مشاهد الله فاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. جهود للسيطره على الجراد في شمال البحر الاحمر. انعقاد الاجتماع 11 للمجلس المركزي لاتحاد المرأة الاريتريه. حراسة مزارع دمس بالجرارات وبأسعار مناسبة. دول غرب افريقيا تبدأ تشكيل لواء عسكري لمحاربة الإرهاب. توتر جديد بين الجزائر وباريس بعد إحباط مؤامرة استخبارية فرنسية. وإيران تسرع تخصيب اليورانيوم، والأمم المتحدة تدعو لإحياء الاتفاق النووي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تقوم وزارة الزراعة بأنشطة واسعة للسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي في إقليم شمال البحر الأحمر مع وجود الأوضاع الملائمة لتكاثره. وأوضحت الوزارة أن مديريات مصوع وفعبت وغرورة وشعب هي من المديريات الرئيسية التي يتكاثر فيها الجراد، وتجرى فيها أنشطة المكافحة الناجحة دون إحداث الأضرار بالمزروعات والمراعي بتضافر جهود خبراء الزراعة والإدارات والشعب وقوات الدفاع. وذكر ممثل قسم النباتات السيد داوي تانغسوم أن الجراد ظهر في إمبيرمي في مديرية مصوع، ومناطق عنبري وقادم حليب وقلبوب في مديرية فعبت، وإمهاميمة في مديرية قارورة، وودئيلو في مديرية شعب، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 9000 هكتار، حيث تجرى أعمال المكافحة في 3 نقاط دائمة ونقطتين مؤقتتين. وأفاد مسؤول الزراعة في مديرية فعبت السيد حقوس قبرتنسائي وخبير وقاية النباتات في مديرية شعب السيد محمد علي موسى بأن أعمال السيطرة جارية قبل بلوغ الحوريات مرحلة التجنيح والطيران وإحداث الأضرار بالمزارع والمراعي. من جهة أخرى، أوضح مكتب الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر زراعة مساحة 30,000 هكتار بالمجاري التحويلية للسيول و12,000 هكتار بالأمطار في الإقليم. تجدر الإشارة إلى أن إقليم شمال البحر الأحمر يشهد باستمرار انتشار الجراد المتكاثر فيه والقادم من دول الجوار، ويجب على الشعب الإسراع في إبلاغ الجهات المعنية في حال ظهور أسراب الجراد. عقد المجلس المركزي لاتحاد المرأة الإريتري اجتماعه الدوري 11 يومي 16 و17 من ديسمبر في العاصمة أسمر لمناقشة أوضاع الاتحاد العامة والبرامج المستقبلية للاتحاد. تناولت الاجتماعات الأعمال التي أنجزت في إطار توسيع التنظيم وتأطير المرأة لتمكين ورفع قدرات المرأة وضمان مشاركتها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بوعي وفعالية، بالإضافة إلى ضمان المشاركة في المقاعد الدراسية لإنتاج امرأة متعلمة ومثقفة، إلى جانب تقييم التحديات الاجتماعية التي تؤثر على أداء المرأة وكيفية مشاركتها في البرامج المنشودة لعام 2025. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تسفى ميكائيل في كلمتها الدور الهام للمجلس المركزي ومساهمته في تعزيز التأطير وتنظيم الدورات التدريبية الهادفة لرفع قدرات المرأة وتمكينها، إلى جانب رفع الوعي السياسي والاجتماعي، باعتبار أن هذه الأعمال هي من أهم الأعمال التي يقوم بتنفيذها الاتحاد في العام القادم 2025. وتطرقت الاجتماعات لمناقشة تقارير الأقسام وفروع الأقاليم التي قدمت بعمق، فضلا عن التشاور حول الأنشطة والبرامج المستقبلية، خاصة تلك التي تنظم في عام 2025، مختتما أعماله بتوصيات حول اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث الأخطاء وتعيين القدرات والكفاءات لبعض الفروع الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية واسعة تسهم في رفع معرفة ووعي المجتمع حول القضايا الاجتماعية التي تؤثر على تطور مختلف فئات المجتمع. قدمت مؤسسة القلال والمواشي جرارات لمزارعي دماس بمديرية قندع لحراثة مزارعهم بسعر 150 نقفة للساعة في الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 16 من ديسمبر. وذكر المزارعون بأنهم يحصلون على خدمات الجرارات الخاصة بسعر 500 نقفة في الساعة، وغص عدا حصولهم على جرارات المؤسسة بأسعار مناسبة خلال السنوات الثلاث الماضية من حراثة أراضي زراعية واسعة. وأشار المزارعون إلى زراعة الذرة والخضروات والفواكه بكثرة والبقوليات بشكل محدود، موضحين بأن نقص المياه وظاهرة الآفات تحتاج إلى الاهتمام، كما يقومون بتجارب زراعة أشجار الفواكه الكبيرة. وأفاد مدير إدارة ضاحية دماس السيد رمضان عبد الله زراعة مساحة أكثر من 4000 هكتار، داعيا لتوفير جرارات أكثر وضعا في الاعتبار سعة الأراضي الزراعية في الضاحية.
قيم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القشبركة في الاجتماع الذي عقده يوم 16 من ديسمبر بمدينة بارونتو برامج العام 2024 خاصة أنشطة تنمية قدرات الشباب. أوضح مسؤول الفرع بالإنابة السيد ماريكوس غيرماسيون أن الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بين الأعضاء وتنظيم الدورات التدريبية المهنية والمدنية للطلاب والشباب العامل والعمل حتى مستوى إدارات الضواحي حققت نتائج مرضية. وذكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية السيد تخلة زرقي في التقرير الذي قدمه عقد السيمينارات حول الأوضاع الراهنة وتقديم جائزة تنفيذها على مستوى الإقليم وتدريب كوادر المستوى المتوسط وأسبوع التنظيمات على المستوى الإقليمي والتدريب المهني وغيرها من الأنشطة المنفذة ضمن خطة العمل الموضوعة. من جانبهم قدم مسؤول الاتحاد في المديريات تقريرا عن البرامج المنفذة في ضوء الخطة الحالية، وأكدوا أنهم سيعملون بالتنسيق مع شركاء العمل لتحسين التعليم ونتائج الطلاب ودرء الحرائق في المزارع والغابات. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين إلى العمل الفاعل لتنفيذ البرامج الموضوعة. قال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي أن الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد تحدث تأثيرا إيجابيا في تعزيز قدرات الشباب، مذكرا بضرورة العمل لمنح الأولوية من أجل تحسين نتائج الطلاب خاصة مشاركة المرأة في التعليم. عقدت الشرطة في مديرية هيكوتا سيمينارا تنويريا حول القانون الجنائي والمدني ومكافحة الجريمة. أوضح قائد شرطة المديرية الرقيب إدريس علي في اللقاء الذي جرى في بلدة هيكوتا أن التوعية بالقانون ضروري لمنع الجرائم قبل وقوعها وكذا تعزيز المشاركة الشعبية. وقال أنه لا توجد ظاهرة جرائم مقلقة في المديرية، لكن من المهم التوعية واتخاذ الإجراءات الوقائية. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمية. قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس تسريع العمل من اجل تفعيل قوى عسكرية مشتركة هدفها الاول مواجهة خطر الجماعات الارهابية التي بدأت تتوسع والقادمة من منطقة الساحل التي تحولت منذ سنوات الى بؤرة لنشر الارهاب في القارة الافريقية. وتواجه منطقة غرب افريقيا مؤخرا تصاعدا في الهجمات الارهابية لتشمل دولا جديدة مثل غانا وتوغو وبنين، فيما تتحدث تقارير عن تمركز جماعات مسلحة محسوبة على تنظيمي القاعدة وداعش في مناطق داخل هذه الدول. وكان نفوذ الجماعات الإرهابية يتركز منذ سنوات في منطقة الساحل وتحديدا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى نيجيريا، ولكن هذه التنظيمات الإرهابية ظلت دوما تخطط للتوسع نحو دول جديدة. وقرر القادة الأفارقة بالإجماع تفعيل قوة احتياط عسكرية تتكون من 5000 جندي في أفق عام 2025 والشروع في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتشكيل لواء عسكري لمكافحة الإرهاب. دخلت العلاقة الجزائرية الفرنسية منعطفا جديدا من التوتر بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير فرنسا لدى البلاد ستيفان روماتي لإبلاغ باريس برفض السلطات القاطع لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها. وحسب إفادات مصادر دبلوماسية وصفت بالموثوقة، يأتي استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر في أعقاب ثبوت المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر. وشددت الجزائر وفقا للمصدر نفسه على أن الأفعال الاستفزازية الفرنسية لن تمر دون رد مناسب. وفي أول رد رسمي على خلفية استدعاء سفيرها في الجزائر، قالت فرنسا على لسان وزير الشؤون الخارجية جون نويل بارو في حديث لإذاعة فرانس انتير محليا الاتهامات غير مؤسسة، ونتأسف لذلك دون الدخول في تفاصيل الموضوع، مؤكدا أنه على اتصال مع سفير بلاده. اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة، داعية طهران للتراجع عما وصفته بالتصعيد النووي، في حين توعدت أمريكا باستخدام كل ما أوتيت من قوة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وقالت الدول الأوروبية في بيان أصدرته قبل اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي أنه لا يوجد مبرر مدني موثوق به لزيادة مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وأبلغت الدول الثلاث مجلس الأمن باستعدادها لتفعيل العقوبات الدولية التي سبق أن فرضت على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. من جانبه أبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني مجلس الأمن بأن الاستعانة بالعودة السريعة للعقوبات على طهران سيكون أمرا مخالفا للقانون وغير بناء. في الخبر الأخير أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق الكثير من الأمور العظيمة إذا تعاونتا معا، في تصريح يأتي قبيل شهر تقريبا من تصويب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال وانغ خلال ندوة في بكين أن مبادرات مثل الحوار بشأن المسائل المالية ومكافحة المخدرات هي خير دليل على أنه ما دامت الصين والولايات المتحدة تتعاونان يمكنهما تحقيق الكثير من الأمور العظيمة. لكن الوزير الصيني حذر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من تدخلها الفظ في قضية تايوان التي تعدها بلاده شأنا داخليا. وفي السنوات الأخيرة حدثت خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا شتى من التجارة والتكنولوجيا إلى حقوق الإنسان وجزيرة تايوان وفق وكالة الصحافة الفرنسية. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جهود للسيطرة على الجراد في شمال البحر الأحمر. انعقاد الاجتماع 11 للمجلس المركزي لاتحاد المرأة الإريترية. حراثة مزارع دماس بالجرارات وبأسعار مناسبة. دول غرب افريقيا تبدأ بتشكيل لواء عسكري لمكافحة الإرهاب. توتر جديد بين الجزائر وباريس بعد إحباط مؤامرة استخبارية فرنسية. وإيران تسرع تخصيب اليورانيوم والأمم المتحدة تدعو لإحياء الاتفاق النووي. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.